يا مساء الفل على احلى جماهير في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب يكون الجميع بخير وفي احسن حال. اتكلمنا في فيديو قبل كده عن الصفقات اللي تمت في نادي الزمالك، والنهارده انا جاي اكمل لك بقيه الصفقات دي اللي تمت في الفتره اللي فاتت. مش بس كده، كمان عايز اتكلم معاكم في اكتر من نقطه عن الصفقات دي، وفي لعيبه عامله انقسام في مجلس اداره نادي الزمالك. طيب خلينا نبدأ الأول بالصفقات اللي تمت داخل نادي الزمالك في الفترة اللي فاتت، ومين هم اللاعبين اللي المفروض إن شاء الله ممكن نشوفهم في يناير داخل نادي الزمالك. أول لعيب معانا هو ياسر حمد. ياسر حمد لاعب فلسطيني معاه جنسية أسبانية. اللاعب ده 26 سنة، لاعب قلب دفاع، وعنده خبرات في أكتر من دوري. يعني لعب في الدوري الأسباني في أتلتيكو بلباو، ولعب كمان في الريان القطري والقادسية، وكمان عنده خبرات من الدوري المصري لان هو لعب للنادي المصري البورسعيدي. نادي الزمالك من المفروض ان هو خلص تقريبا الاتفاق معاه، ومن المتوقع جدا جدا ان انت تلاقيه في شهر يناير ان شاء الله في نادي الزمالك. وخلي بالك من الاعمار في كل اللعيبه اللي هقولها. عندنا بعد كده بقى مهاب ياسر، لاعب وسط الداخليه، وبرضه 26 سنة. 26 سنة، وزي ما بقول لكم ركزوا قوي قوي في الأعمار. طيب مهاب ياسر 26 سنة زي ما بقول لكم لاعب وسط في الداخلية، ومن المفترض ان شاء الله ان الزمالك تقريبا انهى كل شيء مع الفريق بتاعه مع مهاب نفسه، ومن المفترض ان انت تشوفه ان شاء الله في يناير داخل نادي الزمالك. معانا كمان اللاعب يسري وحيد، لاعب طلائع الجيش، مهاجم طلائع الجيش، لاعب 25 سنة، لعيب كويس جدا من وجهة نظري. شايف ان هو بيقدر يلعب في اكتر من مركز، ودي برضو نقطة مهمة ان انت يكون عندك لعيب تقدر توظفه في اكتر من حتة، عشان طبعا الاصابات وعشان الغيابات، الحاجات دي بتفرق مع الفرق دلوقتي قوي. فيسر وحيد من المفترض ان شاء الله ان برضو هيكون متواجد في نادي الزمالك ان شاء الله في يناير. طيب عندنا مين كمان؟ عندنا احمد حمدي، لاعب نادي الاهلي السابق. هو لاعب صانع لعب، لكن عنده ميزة ان هو تقدر تستغله في اكتر من مكان في الملعب. يعني هو بيلعب صانع لعب، تقدر تستغله مثلا نص ملعب، وينج، مهاجم. هو عنده ميزة انك تقدر تستغله. طيب هو 25 سنة برضه، 25 سنة. طيب احمد حمدي انا كنت اتكلمت عنه قبل كده ان هو صفقة كويسة جدا، وتقريبا الزمالك كان اتم الاتفاق معاه في كل شيء، لكن اللاعب طلب مهلة او فترة ان هو يفكر فيها، وده بسبب ان هو كان عنده شوية مخاوف من نادي الزمالك بسبب طبعا تأخر المستحقات ورواتب اللاعبين والمشاكل الكتيرة اللي عند نادي الزمالك، وهي قطعا تخوف اي حد مش اللعيبة بس. فهو كان طلب فترة ان هو يفكر ويشوف حساباته يعني، لكن من الواضح او من الظاهر ان هم تقريبا خلاص اتفقوا، وان شاء الله احمد حمدي يكون متواجد في الفترة الجاية داخل نادي الزمالك. عندنا كمان احمد شريف، مهاجم نادي فاركو، لاعب 20 سنة، لاعب كويس وجسمه كويس ومهاجم يعني مش سوبر لكن مهاجم كويس جدا، وممكن تجيبه وتبني عليه وتبدأ تشتغل ان انت تطور في اللاعب. واللعيبة بتيجي طبعا في الزمالك اكيد هتختلف عشان انت معاك فرقة المفروض ان هي تزودك وتبني فيك. طيب احمد شريف المفروض ان هو قريب جدا جدا من نادي الزمالك، ونادي الزمالك فعلا شغال على الصفقه، ونادي فاركو ما عندوش مشكله واللاعب ما عندوش مشكله، لكن نادي فاركو طالب فيه 20 مليون جنيه. فنادي الزمالك اللي هو بيحاول يتفاوض، وانا اعتقد ان مجلس اداره الزمالك يقدر يعمل ده، يعني بيقلل شويه ال 20 مليون جنيه، لكن اعتقد في الاخر ان هي الصفقه هتتم. ومن المتوقع جدا 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 ان انت تلاقي احمد شريف داخل نادي الزمالك في الفتره الجايه. طيب اخر بقى 2 لعيبه هكلمك عنهم اللي انا بقول لك عاملين انقسام في مجلس اداره نادي الزمالك في الفتره اللي فاتت، هما الياس الجلاصي وعبد الله السعيد. خلينا نبدا بالياس الجلاصي. الياس الجلاصي واحد من اللي نادي الزمالك كان متحرك له بشكل قوي جدا، وتقريبا كانوا انهوا معاه كل الاتفاقات، والدنيا كانت ماشيه 100 فل و14 ومرحب ومفيش مشاكل خالص. لكن في جزء كبير من مجلس اداره نادي الزمالك كان رافض وجود اللاعب داخل النادي. ليه؟ اول حاجه لان اللاعب عنده 30 سنه،
غير طبعا ان هو لاعب تونسي، يعني هيجي بصيغه المحترف. فانت اصلا فعليا دلوقتي ما عندكش غير مكان واحد لمحترف. ليه؟ لان احنا عندنا طبعا يعني ابراهيم نضاي وسامسون، وعندنا المسلوسي وسيف الجزيري. فانت عندك واحد بس محترف، غير طبعا ان المحترف هيجي يلعب بالدولار، فهيبقى مشكله بالنسبه لك. مع ان هو عنده 30 سنه، فناس شايفه ان هو مش هيبقى مناسب يعني، او بالبلدي ممكن نجيب احسن منه وارخص منه. فاللي ماشي دلوقتي او اللي داير دلوقتي ان هم بيحاولوا يتكلموا معاه ان هو ياخد بالمصري، وهيتعمل له عقد مش كبير، يعني ممكن العقد يبقى سنه او سنتين، ده اللي بيتكلموا فيه. لكن ايه اللي هيتم الله اعلم. انا بقول لك ان في راي بيقول نجيبه ورأي بيقول ما نجيبوش. نيجي بقى للنجم عبد الله السعيد. عبد الله السعيد مما لا شك فيه ان هو لما بيتحط في اي مكان اكيد اضافه لاي مكان بيلعب فيه. عبد الله السعيد من احسن اللعيبه اللي جت في مصر، ما فيهاش كلام. لكن عبد الله السعيد النهارده 38 سنه، 38 سنه، وهو دلوقتي بيلعب في بيراميدز. بيراميدز مرحب. وطبعا طبعا يعني لما نادي الزمالك يدفع فلوس دونجا وعمر جابر، خلينا برضو صراحه. لكن عبد الله السعيد يقدر يشتغل على الصفقه، وعبد الله السعيد مرحب جدا جدا وعايز يجي نادي الزمالك ينهي تاريخه هناك. طيب 38 سنه نجيبه، هنعمل بيه ايه؟ وعبد الله السعيد هو قيمه و معاك. لكن ما انت عندك دلوقتي برضو شيكابالا نفس العمر او اصغر شويه 37، عندك عبد الشافي، فالموضوع هيبقى هيوسع. ده رأي. في رأي تاني بيقول لك يا عم نجيبه يلعب ال6 شهور اللي جايين دول، يلعب معانا مثلا في ماتش الكاس. انت برضو محتاج ان انت تكسب وتكسب الاهلي، وهو هيجي طبعا هيلعب قدام الاهلي وهيلعب بقوة قدام الاهلي، وعايز ينهي تاريخه ببطولة، وعايز ينهي تاريخه بشكل كويس بجمهور بانتماء لنادي. في رأي تاني شايف لا، ان انت لما تجيبه هيكون اضافة قوية وهيلعب معاك في الدوري، هيفيدك في الدوري وهيفيدك في ماتش الكاس قدام النادي الاهلي. لكن برضو عبد الله السعيد موجود في نادي الزمالك او لا، دي لسه ما وضحتش، ولسه مفيش قرار اتاخد بنسبة 100%. اخر حاجة بقى عايز اتكلم فيها معاكم، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، يا ريت الكل يركز معايا. الفترة اللي فاتت لما في بعض الصفقات بدأوا ان هم يعني لمحوا لنا بيها، مش ان ما فيش حاجة رسمي طلعت من نادي الزمالك، لكن يعني الدنيا واضحة برضو قدام الكل. فلما في بعض الصفقات بدأوا ان هم يكشفوا عنها، في غضب شويه من جماهير نادي الزمالك على الصفقات، وناس قالت لك لا ازاي، ده احنا كنا بنجيب فرجاني ساسي وكنا بنجيب بن شرقي وكان عندنا مصطفى محمد وطارق حامد، ازاي بعد النجوم دي وازاي بعد فريق الاحلام ده نرجع تاني نجيب الاسامي اللي هي منها اسامي يعني مش سوبر ستار. معاك، ومن حقنا طبعا ان احنا نعشم في احسن من كده واحسن لعيبه، معاك. لكن في الاخر في حاجة اسمها الأنسب. يعني ايه الأنسب؟ ده المناسب. انت دلوقتي عندك قصور في أماكن كتير جدا جدا في الملعب في نادي الزمالك، وفي نفس الوقت إمكانياتك ضعيفة جدا، وفي نفس الوقت دافع فلوس كتيرة جدا عشان تحل قيد. فده مع ده مع ده لازم أفكر في الأنسب، لازم افكر في الانسب. وفي نفس الوقت برضو احنا لازم نخرج من وهم فريق الاحلام. احنا عايشين في وهم فريق الاحلام ده وخلاص قافلين دماغنا عليه لحد ما يجي تاني. لا هو خلاص يعني التوليفه اللي كانت حاصله دي، اللي هو مصطفى محمد معاه بن شرقي ناحيه الشمال، معاه زيزو، امام عاشور، فرجاني ساسي، طارق حامد، كل ده جميل، ومصطفى فتحي طبعا جميل وفرقه تحفه والكلام ده كويس قوي. لكن ما احنا ممكن نعمل الفرقه دي تاني. هو احنا ليه بنعترض؟ هو حد كان يعرف زيزو؟ يعني زيزو لما جه حد كان يعرفه؟ ما حدش كان يعرفه، خلينا صراحه برضه. ولعيبه كتير على فكره اول ما جت كان في اعتراض. وخليني اقول لك برضه حاجه، في لعيبه كتير واسامي كبيره قلنا يا ريت تيجي وجت وما عملتش حاجه او ما فرقتش كتير. يعني انا فاكر الناس كلها كانت كل سنه بتتمنى دونجا، ودونجا هاتولنا دونجا من بيراميدز، مع احترامي لدونجا بس ما فرقش، يعني بعيد قوي عن طارق حامد مثلا.
مثلا يعني بعيد قوي. الناس كلها قالت لك هاتوا لنا مصطفى شلبي بقى، ومصطفى شلبي والاهلي داخل في الصفقه وخدناه من الاهلي ما برضه ما فرقش، والفرق بعيد قوي بينه وبين بن شرقي. فاقصد اقول لك ان مش كل حاجه الاسامي، يعني مش كل حاجه البيجا ستار، لا مش شرط، مش شرط على فكره. ممكن لعيب كويس يجي مع توليفه كويسه مع مدرب كويس هتلاقي الموضوع اختلف. بس ما نبقاش احنا بنهاجم من اجل الهجوم، ما بنبقاش بنهاجم من اجل الهجوم. وبعدين انا قلت لكم اصلا في فيديوهات قبل كده ان نادي الزمالك مش هيجيب نجوم اللي هو يعني فرتك الدنيا، لا مش هتلاقي. وعلى الاقل على الاقل لحد اخر السنه انا قلت لكم ان هو هيدور في دوري القسم الثاني او الدرجه الثانيه او لعيبه صغيره عشان يبني عليها. وزي ما قلت لك كل اللعيبه هو ديك سمعت 25 26 25 26 20، هو ده اللي بيفكروا فيه، ده المنهج، هو ده المنهج او التارجت بتاع نادي الزمالك، ان هو يعمل فرقه يبني بقى 10 سنين 15 سنه يقعدوا يلعبوا. لعيب مثلا عنده 20 سنه يقعد يديك 15 سنه ممكن. فهو ده الفكر داخل نادي الزمالك. الحاجه الثانيه اللي برضو عايز اتكلم فيها، هتستغرب ان انا ما اتكلمتش عن مباريات نادي الزمالك اللي فاتت، لا ده ولا بتاع الرجاء المغربي ولا اللي فات. ليه؟ لان ببساطه الزمالك محتاج كتير، الزمالك محتاج كتير، تمام. وخليني اقول لك ان انت لما تصرح ان من المفترض ان نادي الزمالك هيتعاقد مع مدرب، اكيد اللعيبه مش هتبقى يعني سامعه قوي لكابتن معتمد جمال. هو عارف ان هو كده كده ماشي، يعني هو كده كده ماشي، يعني انا قاعد انت ماشي، اللي هيعجبني من كلامك هاخده واللي مش هيعجبني مش هاخده. وفي نفس الوقت برضو الجهاز الفني سمع ان في جهاز فني جاي وانا همشي، فاكيد برضو حميتي مش هي ما انا عارف انا حلو ووحش برضو ماشي، يعني خلاص حلو ووحش برضو ماشي. فهي من ناحيتين. فهاجي اقول بقى اصل احنا عندنا وعندنا، هنقول لا ما هو الجهاز الفني ماشي. طب ما اللعيبه نفسها اصلا بتفكر مين منهم هيمشي، ما هو عماله تسمع في صفقات جايه وصفقات جايه. يا عمي لو بيفكرش ان هو هيمشي بيفكر ان هو يقعد دكه. فعشان كده انا مش عايز بصراحه ربنا اقعد اتكلم في كلام سلبي. وزي ما بقول لك الزمالك محتاج كتير، محتاج كتير، يعني هنتكلم في حاجات كتيره جدا جدا جدا، فبلاش نتكلم فيها احسن لحد اشعار اخر، لحد التظبيط، لحد ما يجي مدرب المفروض اللي هو هيجي، فنشوف الدنيا مع الصفقات مع كده، ويبقى عصر جديد لنادي الزمالك. وان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك باذن الله، كل التوفيق لنادي الزمالك. اتمنى ما كنتش طولت عليكم، واتمنى منكم الدعم لمجلس اداره نادي الزمالك واي صفقه هتيجي، عشان هي دي الامكانيات الحاليه وهو ده المتاح والمناسب. اتمنى ما كنتش طولت عليكم، وزي ما بقول لكم اتمنى منكم الدعم لنادي الزمالك وكل التوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك في كل حاجه بيخشها. سلام.